بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الثانية من إبادة غزة في التوراة. زي ما قلت إن الترجمة العربية للكتاب المقدس اللي هو التوراة والإنجيل مع بعض، معرفش ليه حطوهم مع بعض، مش عارف. ترجمة ركيكة جدا، والكلام كله ملخبط وعايز صعوبة عشان تفهمه، صعوبة كبيرة جدا. مش عشان الكلمات صعبة، لا، كلمات سهلة جدا، كلمات عامية، بس التراكيب غامضه جدا ومتداخله ومتخبطه. مقصود ده عشان ما تحاولش تفهم حاجه. زي ما قلت، انا ضربت لك مثلا، يقول لك على طول تلاقي في الانجيل وفي التوراه تجده قدامك. وبعدين ايه، تشوف مثلا كلمه بيقولوها في حروب يشوع. يشوع ده سفاح عندهم، في اللي هو بالانجليزي جوشوا. يشوع ده سفاح عندهم. اليهود بيحترموه جدا. ده اللي اباد الشعوب فلسطين، عمل 14 حرب اباده. يشوع ده بيعتبروه زي نتنياهو كده، يعني بيعتبر ان نتنياهو هو يشوع. ده عمل 14 حرب اباده لشعوب فلسطين. ما هم اليهود لما جم من مصر، فلسطين دي ما كانتش فاضيه، فلسطين دي كان فيها شعوب كتير جدا، 7 شعوب او 8 شعوب 10 شعوب، يعني شعوب كتير جدا. منهم الفلسطينيين ومنهم العماليق ومنهم الكنعانيين ومنهم اللاويين والايوبيين الاموريين والمش عارف ايه. اقرا في التوراه هتعرف الحكايه دي. عمل 14 حرب اباده ضد الشعوب دي، وكلها باوامر من الرب اللي في التوراه. هم بيقولوا دي اوامر من الرب اللي في التوراه، اللي الرب قال له كده. طب ليه ما بيقولوش دلوقتي لما بيلاقوا مثلا واحد مسلم عمل عنيف، بيقول لك ده الاسلام هو اللي دفعه لكده، في حين ما فيش حاجه في الاسلام بتقول كده خالص. هل الاسلام بيقول لك إيه، ارمي قنابل او اعمل؟ لا، ما فيش في الاسلام حاجه زي كده. لا لا لا, لا, مفيش الكلام ده. دي شطحات لناس. احنا مش، انا كمسلم مش ماليش دعوه بيها، مش موجوده في الاسلام. هل الازهر وافق على الحاجات دي مثلا باعتباره اكبر جامعه اسلاميه في العالم؟ لا. هل الحاجات دي من الاسلام؟ لا، بالعكس استنكرها وقال لا مش من الاسلام. خلاص، انتوا عايزين ايه تاني؟ ما دام الازهر استنكرها وقال مش من الاسلام، انتوا عايزين ايه تاني؟ نيجي لغزه تحديدا. في حاجه خاصه بقول ان اللي عمله نتنياهو وترامب ده حاجه بينفذوا حاجات في التوراه، وترامب ما اعتذرش وما قالش حرام على اهل غزه، ما تاسفش لالام اهل غزه، لل 200,000 ماتوا دول. ترامب ما طلعش كلمه مواساه ليهم، كلمه مواساه لاهل غزه ترامب ما طلعهاش. ليه؟ ايوه، لان هو بيقول ده اللي عمله نتنياهو، ده عمل، وده بيمدح في نتنياهو، ده بطل توراتي بالنسبه له. لان انت يعني بيسموه جوشوا الجديد او يوشع الجديد، اللي انت ابدت اهل غزه. ده كان نفسه يكمل، بس لولا ان العالم كله انتفض واسرائيل فقدت كل شعبيتها في العالم، لولا كده، لولا هو وافق. ده كان قايل له ايه، يجب على نتنياهو ان يكمل. كمل. واحد تاني من الحزب الجمهوري قال صراحه ان نتنياهو يضرب غزه بالقنبله النوويه. ليه؟ لاسباب دينيه. ايوه، ليه ما حدش بيتكلم عن دي؟ نفسي افهم. سفر صمويل الاول 15 على 3، الرب بيقول لصمويل، ده نبي، كان نبي عندهم في التوراة، اذهب الى عماليق. عماليق دول اللي هم ايه؟ الشعب اللي كان ساكن غزة في الوقت ده، اللي الغزاويين الحاليين من احفاده. اذهب الى عماليق وقم بإبادتهم. قم بإبادتهم. لا تترك رجلا او امرأة، طفلا او عجوزا، حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، حتى البهائم اقتلها، حتى الأشجار احرقها. ده نص ديني عند اليهود والمسيحيين في جميع أنحاء العالم، وتحداهم. أتحدى واحد مسيحي ينكر النص ده، مش ينكره انه مش موجود، لا ده موجود. يعني يقول ايه، لا ده النص ده مش يعني يجب تغييره او تجديد الخطاب الديني. فين خالد منتصر بقى وابراهام عيسى وفين بقى فاطمه نعوت، وفين بسحر الجياره ولا الجياصه؟ فين بقى فين بقى الجماعه، واحمد عبده كفته، احمد عبده ماهر الصليبي ده المتنصر؟ فين الناس دول بقى في من النص ده؟ احمد عبده ماهر ده، يعني انت قومت الدنيا ولم تقعدها على الطفل شنوده، وعلى الراجل المغتصب الاطفال ده اللي هو اسمه مش عارف ايه،
وفيديوهات. طب وغزه ما عملش فيديو عن غزه؟ ما عملش فيديو عن قتل 200,000 واحد في غزه؟ احمد عبد كفته ده صليبي متنصر من اعداء الاسلام. مفيش فيديو مثلا تستنكر فيه؟ لا استنكر ايه يا جماعه؟ ده بيقول لك نتنياهو ده جوشوا، ده جوشوا الجديد، ده حبيبنا ده. ده جوشوا الجديد، ده يشوع الجديد. بينفذ التعليمات اللي في التوراه. التوراه بتقول قم بإبادة عماليق. شفت انا في قسيس كده اسمه لوقا، استاذ في الكليه اللاهوتيه اللي تابعه للاباط في مصر الكاتدرائيه، عنده حاجه اسمها كليه اللاهوت واللاهوت الدفاعي ومش عارف ايه حاجه زي كده. ده بقى من ايه؟ بيدافع ايه عن إيه؟ دي حلقات كده بيدافع عن ما ورد في العهد القديم من عنف. يقول انا عارف انا عارف طول كل الحلقات كده ان انتوا بتستغربوا من العنف اللي في التوراه وازاي. استغرب 14 حرب اباده يا ابن الجاموسه. نستغرب ايه؟ التوراه فيها 14 حرب اباده. اباده الاطفال في الاجنه في بطون امهاتهم. دي نستغرب؟ لا ما نستغربش، لا نسقف. بيدافع هو بقى عن الكلام ده، بيقول الحاجات دي مبرره. تخيل قسيس. طب انت مال اهلك بالتوراه وبالجرائم اللي في التوراه؟ هو المسيح كان موافق على كده؟ يعني المسيح لو كان ايه ده؟ ده المسيح منع حسب الانجيل ان انتوا ترجموا المراه الزانيه. هيوافق على اباده شعب غزه وشعوب فلسطين واللاويين والجزئين والاموريين ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب يجي بقى عند مثلا موضوع عماليق ده، واذهب الى عماليق طب عمل ما يقول لك البعض منكم قد يقول طب هم العمالقه عملوا ايه لبني اسرائيل؟ يقول لك اصل الرب كان عارف ان هم وحشين وهيعتدوا في المستقبل على بني اسرائيل فبيدوهم. المسيحيين عندهم تفسير للتوراه، تفسير اجرامي. تفسير القبطي المسيحي للتوراه تفسير ارهابي. بيقول لك لمجرد ان شعب ممكن يضايقنا نبيده. ممكن يضايقنا يعني ما ضايقناش نبيده. وان في حاجه اسمها شعب الله، ان ربنا ندم على خلق البشر وكان عايز يبيدهم كلهم، لكنه قال ايه؟ لا انا هختار منهم شعب مختار، وهو الشعب المختار ده يبيد بقيه الشعوب دي لان مفيش فيها امل. تخيل المنطق. مين بقى شعب الله المختار؟ بني اسرائيل المجرمين. نتنياهو ده شعب الله المختار. المجرمين دول السفاحين دول شعب الله المختار. هم حرين لكن انت كمسيحي ازاي توافق على الكلام ده؟ انت ممكن تقول يا اخوانا التوراه دي بس ما يقدرش يقولها محرفه او مزوره وكتبت من الذاكره، ما يقدرش. طب لان هنقول له طب انت ما تحذفها من الكتاب المقدس؟ انت ليه؟ انت عندك الانجيل، حد قال لك خد الانجيل مع التوراه؟ هنا بقى اليهود اخترقوا المسيحيه من زمان قوي ودي عادتهم اللي هي نظريه حسام طرواد. لما ما تقدرش تنتصر على ناس اخترقهم. زي عبد الله بن سبأ كده لما اخترق الاسلام واخترع حكايه الشيعه والتشيع العلي، كان يقعد يقول علي هو الله. ده ما شاف سيدنا علي مره قال له انت يعني انت الله. فسيدنا علي ضربه تقريبا حاجه كده. ده يهودي وادعى الاسلام. اخترقوا الاسلام بانه عملوا حاجه اسمها الشيعه والسنه. فهم اخترقوا المسيحيه من زمان وخلوا المسيحيين يعملوا حاجه غريبه جدا، يحطوا التوراه المزوره اللي كلها ارهاب وقتل دي مع الانجيل اللي كله تسامح. ازاي الكتابين دول كتاب واحد؟ ودلوقتي بيدافعوا بقى عن التوراه، بيدافعوا عن اللي ورد فيها، بيدافعوا عن اللي ورد في التوراه، بيدافعوا عن 14 حرب اباده، بيدافعوا عن الجرائم اللي وردت في التوراه على بايد الانبياء. ان سليمان كان لقى واحده بيبص من فوق سطوح القصر بتاعه لقى بيت، وواحده في البيت ده عريانه وبتستحمى وعجبته، راح ترى جاب الحراس بتوعه جابوها واغتصبها. وبعدين بعت جوزها بعته في الحرب وقال له لقائد الجيش حطه في الصفوف الاولانيه.
و...